سكوتي مش معناه ضعفي. لما حد يكلمني بطريقة مش عجباني أكيد طبعا أنا هسكت. لما حد يكلمني بطريقة ما تمشيش مع أدبي ومع أخلاقي ومع ذوقي أكيد مش هسكت. الإنسان المريض هو اللي بيفكر إن السكوت ده هو معناه الضعف. بالعكس، السكوت ده معناه منتهى القوة، منتهى الأدب، ومنتهى الأخلاق والتربية. وممكن في المقابل ان انا اسكت ان انت تبقى وصلت لمرحلة نضج، خلاص بقى مش قادر تقعد تهاتي وقلبك بيوجعك وحاسس ان انت من كتر ما انت ما اتكلمت خلاص مش هتتكلم، من كتر ما انت ما اتكلمت وعاتبت خلاص مفيش فايدة من الكلام. يبقى انا ساعتها بسكت وبنسحب تماما من الكلام، لان برضو هرجع واقول ان سكوتي ده مش معناه ضعفي. فما تترجموش بقى ان اي حد بيسكت عن اي موقف معناه ان هو انسان ضعيف الشخصية. على فكرة ممكن يرد وممكن يتكلم وممكن يتكلم باللهجة بتاعتكم، بس هو اللي مش قابل ابدا ولا تربيته تسمح ابدا انه يتكلم زيكم. ولو انت بقى انسان حاسس ان انت دايما ممكن تغلط وتجرح في الناس اللي قدامك، يا ريت تتعلم تسكت وتمسك لسانك شوية، لان كلامنا ده انا ممكن اخده على اساس ان ما يجرحش الانسان اللي قدامي وانت ما تعرفش رد فعله هيكون على الانسان اللي قدامك ايه، خاصة لو هو انسان متربي وانسان حساس مش هيعرف يرد عليك ابدا. يا ريت ناخد بالنا من كلامنا عشان ما نجرحش حد. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اشوفكم في الفيديو الجاي.